السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن صاروخ الشرق والغرب، صاروخ من صواريخ الكرة الأرضية، صاروخ من صواريخ العالم، صاروخ من صواريخ إفريقيا، صاروخ من صواريخ مصر. معانا ومعاكم سما المصري. سما تقريبا خدت درع اليوتيوب، فحبت تشاركنا في الفرحة بتاعتها، فهي حبت تورينا الدرع بتاعها. فيلا بينا خلونا نشوف الدرع. طبعا دي دخلت الفيديو بتاع الدرع بتاعها، طبعا دي عاملة زي الأفلام الأكشن. ودلوقتي الفيديو هيبدأ. هاي، ازيكم؟ هاي ازيكم؟ طبعا مبسوطه جدا عشان انا جالي الدرع بتاع اليوتيوب اهو. واحنا كمان مبسوطين عشان شفناكي. انت بتاخدي درع اليوتيوب. انا القناه بتاعتي زي ما انتم عارفين عدت ال 100,000 سبسكرايب، ده من فتره يعني مش من دلوقتي. ألف 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 مليون مبروك يا سما، عرفنا ان انت عديت ال 100,000 مشترك على اليوتيوب وده الدرع. فهم بعتوا لي ميرسي لاداره اليوتيوب، بعتوا لي الدرع الفضي. وبعدين ايه يعني؟ دلوقتي في سؤال ضرب في نافوخ، وضرب في نافوخ انا كمان. انت دلوقتي خدتي الدرع ده بناء عن ايه؟ عرفينا يا ستي سامعة. احنا عايزين نعرف بروح امك. انت خدتي الدرع ده بناء عن ايه؟ المحتوى اللي انت بتقدميه عشان بتاخدي الدرع ده. مش عارف اقسم بالله، المحتوى بتاعها كله لايف وهي طبعا بتطلع اوضاع مخله وبتعمل حاجات تافهه جدا جدا ما تستاهلش مشاهده خالص خالص. اهو هنطلع الدرع مع بعض. ويلا بقى علشان نطلع الدرع مع بعض كده. يلا بينا. شكله حلو قوي، مرايه وبتاع. بصوا انا في الدرع شفتني. شفتك. طلعت في المرايه. شايفين اهو. يا خراش على جمال امك. اهو اهو اهو. ممكن يتعلق هنا كده مثلا كده. انا مش معترض ان هو يتعلق على الحيطه ولا حتى يتعلق في اوضه النوم. يتعلق هنا، يتعلق هنا، يتعلق هنا. المشكله كلها في المصور اللي بيصور، هو مش جايب الدرع هو بيتعلق، هو جايب نص الدرع. بس اهو. لا هو جايب حاجات تانية. اكيد انتوا فهمتوا الحاجات التانية دي ايه. والله مش عارف، كل شويه طلعت نزل طلعت نزل، تجيب يمين تجيب شمال. حتى شكل انت البتاع اتكسر في ايدها والله. انا عايزه بقى تشدوا حيلكم معايا كده علشان عايزين نكبر القناه اكتر من كده. يلا عايزينكم تشد حيلنا معاكم كده علشان هنكبر القناه ونقلع لكم انتوا، هتبقى هيصه. تضغط يلا يخرب. تعالى كده بشويه. ايوه تعالى بقى كده شويه علشان ايه تعرف تصور الزاويه حلو. رقبه لوح. علي النعمه رقبتك هي اللي مش هتلوح، في حاجات تانية تلوح. ايوه. زي بتقول حاجه يا حصل. اكيد بشرح على سبوره. احلى سبوره دي ولا ايه؟ انا مش لايف هطلع على اليوتيوب الا لما اعلن عنه. الا لما اعلن عنه. لا يا ساتر يا رب. كل شويه في حاجه ورا ولا في حاجه ورا؟ اكيد في برضه. ممكن برضه في زي ما هو قال كده. او اسم القناه موجود. مش عارف المخرج ما هوش مركز مع الدرع، مركز بس مع الامكانيات. وعملت لكم عليه فلوس، وانا تاني بشكر شركه يوتيوب. هو انا مش عارف يصور من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. ويلا يا جماعه ده اول درس على السبوره، لازم تفهموا كويس. كاني اشرح على سبوره من الاول. المفروض هي واخده الدرع، المصور يركز على الدرع ولا يركز تحت الدرع؟ حدد يا عم، يا عم روشتنا الله يهديك. يا بقاله ساعة ونص. في ايه يعني بالظبط؟ انا بقول لكم اعملوا اشتراك في القناه علشان. ايوه يا جماعه هي بتقول لكم اعملوا اشتراك للقناه عشان هتفتح فيه بيت دعاره قريب. ضاع ده يا عم ده حاجات مالكش دعوه بيه. يا عم انت لسه اصحى عشان نكمل تصوير. اعملوا اشتراك في القناه علشان نوصل مليون. ارجوكم يا جماعة تشاركونا في القناة عشان توصل لمليون وتريحنا من الصداع اللي في دماغنا ده. لما نوصل مليون ناخد الدرع الذهبي، ده الدرع الفاتي. ايوه احنا خدنا الدرع الفضي وعايزين ناخد ايه؟ الدرع الدهب. هتعمل مشرب لنا نعطش.
يلا يا جماعه، ومين عايزه تشرح تاني؟ يا عم طول بالك تاني. يا بنت الناس الطيبين، انا هموت واعرف في ايه ورا، في ايه ورا، انا عايز افهم بس في ايه. وكل شويه انا واخده علامه متصل، عايزين نعرف. ماشي، ما احنا عرفنا، عايزين نتفرج على الدنيا، مش عايزين نعرف انت واخده علامه ايه. طبعا انتوا عايزين تتفرجوا. لان انا بابليك فيجر، اكترس او سينجر. اللهم صل على النبي. سما المصري يا ولاد بتتكلم انجليزي. واصلا الكلام اللي اشربك بربر اللي هي قالته ده مش موجود، عمري ما خدت اصلا في الانجليزي طول ما انا بدرس اهو. يا سلام والله بجد. I'm not a dancer. الناس اللي بتقول ان انا راقصه I'm not a dancer. I'm a singer or actress. لا انا فهمت كلمه واحده بس من اللي هي قالته. سلام. هي كلمه واحده بس اللي هي يا بقى سينجر يعني مغني. يا سلام. والله يعني هي بتقول انا مغنيه ومش راقصه. مغني مش مغنيه، مغني. ما علينا، ما تفرقش. الله على اخلاقك يا ست السما والله. انت مغنيه ومش راقصه، علي النعمه. احنا عايزين نفتح لك بيض عربي من فضه. طب يلا بقى نلف علشان نحط ايه الدرع فين؟ على الحيطه. برضه انا عايزه احط الدرع على الحيطه. على الحيطه. طب كلمني قبل ما مش اللي بيعلقوا حاجه، مش بيعلقوا مثلا عادي. تروح كده وجيب كده وراح كده وجيب كده قامت حطها. انا هعلقه دلوقتي على الحيطه عشان لما اعمل لكم فيديوهات بعد كده تبقى طالعه من عليه. طبعا زي ما انتم شايفين كده علقت الدرع ده 600 مره. الظاهر كده بجد زي ما هو قال. الظاهر كده اللي هي مش عايزه تعلق الدرع، هي عايزه. وبالنسبه ل وبالنسبه بالنسبه لللينك بتاع القناه قلت لكم هتلاقوه في البايو. وبالنسبه لللينك هتلاقوه في الفانيو في الستوري. ادخل الستوري هتلاقي صوره، ما اقول لك اسحب الشاشه. هتدخلوا الستوري هتلاقوا صوره. هتعملوا ازاي؟ اسحب الشاشه لفوق هتلاقي لينك. هو ده. ايوه بقى، على الناس اللي هتسحب الشاشه لفوق لفوق لفوق. ادخل عليه. يا خرابي يا خرابي يا قرابي يا خرابي. وتقوموا داخلين على طول. دم خفيف. دمك خفيف ده، انت دمك برد. ان شاء الله هعمل بيج الفيسبوك وانزل لكم عليها حاجات قريب عشان شهر رمضان وكده. اوه، هتعمل بيج على الفيس وهتنزل لكم حاجات علشان رمضان. ربنا يستر علينا الايام الجايه دي يا احمد. الناس بتسالني على الادعيه بتاع رمضان، انا ان شاء الله هانت اهو هنزلها على اول رمضان. الله اكبر الله اكبر. الست سما تابت ده بتقول لك هتعمل لنا ادعيه في رمضان. الدنيا هيحصل فيها حاجه قريب. لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيخه سما المصريه هتعمل لنا ادعيه. بقول لك الدنيا هيحصل فيها حاجه. يا خرابي ما تخافش يعني. يا ام ناجي حاتي ناجي، الدنيا باظت. برنامج كوميدي بس ده هيبقى غير الادعيه. ده هتعمل لنا ادعيه. الادعيه بعد الفطار على طول او ساعه الفطار. طبعا الادعيه هتبقى بعد الفطار على طول عشان تضيعوا صيامكم. ما ينفعش ننزل قبل الفطار لانها ادعيه والله حاجه بريئه. ساعة الفطار. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت الناس اللي مش محترمين احترمي نفسك. حمل في العم وريحنا. البرنامج يعني البرنامج ده هيبقى والبرنامج واخدين بالكم من البرنامج؟ لازم القرص. البرنامج واخدين من غير بالكم؟ القرص ما تظبطش. شفتوا البرنامج؟ نشوفك في اكبر نصيبة يا شيخة. باي باي. نسيت العلبه نسيت العلبة. صح، نسيت العلبة. يلا باي. باي. على امك. ثانك يو. باي. ده انا مش عارف هي ليه بتطلع في فيديوهات زي دي وكان بالمسخره وقله الادب والناس تطلع تهزقها، ما بتتكسفش. قسما بالله انا ما عارف انت ما بتشوفيش نفسك من اللي انت بتعمليه ده، لان على ابو الفلوس، على ابو المشاهدات، على ابو كل حاجه في الدنيا، ما تستاهلش ان الواحد يمسخر نفسه علشان حاجه زي دي. كلامك صح يا احمد، وين على ابو اللي يعمل كده؟ انت حسابك مش في الدنيا، انت حسابك عند ربنا. يا جماعه بنشكركم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل الناس. واستنونا يا جماعه في حلقه خاصه عن الادعيه الاسلاميه بتاعه الزفتة سما المصري، وهنتكلم عنها بالتفاصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.